السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخ وافكار اشراق. مرحبا بالناس الجداد وشكرا اللي انضم لينا، وشكرا للناس اللي متابعينا من الاول حتى الاخير. شكرا لدعمكم. اليوم جيتكم بمعسله ديال رمضان، ان شاء الله الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. بريوات بشكل جديد، بحشوه رائعه واقتصاديه، بريوات بالشوفان وكاوكاو. صدقوني تيجيو معلكين وبنان، ولا دقتوهم ما تعرفوش اشنو فيهم، والاهم كيعطيو كميه كبيره ووفيره واقتصاديه. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، نتمنى تفرجوا فيه كامل باش تشوفوا جميع التفاصيل في الحشوه ولا الطريقه باش درتهم. هانتوما شوفوا اعتذر ضربني البرد، سمحوا لي بزاف. آه شوفوا كيفاش تيجيو معلكين وهشاش، والورقه طيبه من الداخل ومن برا. هانتوما البنات، صدقوني جربوهم على ضمانتي، ونشارك معكم حتى طريقة الاحتفاظ بهم سواء في المجمد أو خارج المجمد. كنتمنى تفرجوا في الفيديو كامل وتعجبكم إن شاء الله. تبعوا معايا المقادير، نمشيو إن شاء الله على بركة الله. عندي هنايا الشوفان، هاد الباكية خديتها ب5 دراهم، ولكن أنا غندير ديال العبار. هانتوما شوفوا، خدوا الشوفان اللي وراء اللي هكا الحبه ديالو غليظه، ما تاخدوش داك اللي مدقدق. انا خديت ديال العبار حيت 400 غرام، الاخرى فيها 300 غرام، ونفس الثمن حتى هي 5 دراهم. كناخد هنايا واحد المقيله، كندير فيها واحد المعلقه ديال الزبده حتى تذوب ديك الزبده مزيان، وعاد كنضيف عليها داك الشوفان. انا درت نص ديال الكميه حمرتها، عاد حمرت النص الاخر. المهم انا عندي هنايا 400 غرام ديال الشوفان. كنبدا نحرك هكا بشويه على نار مهيله حتى يتحمر، حيت الا جهدتو غيتحرق وما غاديش يجي مقرمش. هانتوما كيبان لكم تحمر ولا غير اللون ديالو ذهبي، نخليه يبرد. كنمشي كناخد كاوكاو، انا كناخد هذا اللي مقشر بحال هكا، تقريبا نفس الثمن، فرق ديالهم درهم ولا جوج. كناخد هذا كنشمشو، كنمسحو بواحد الزيف نقي صافي، وكنحمرو انا في بانيني، ما كنديروش في المقله. كتجي التحميره ديالها رائعه، كيتحمر من جميع الجوانب، ما كيجيوش هكاك دوك النقيطات بحال اللي كنديرو في المقله يعني. وكيوجد دغيا الطريقه اللي كديروها حتى الكاوكاو بقشورو ودغيا كيتقشر معاكم، غير جربوها كتجي زوينه. المهم هنايا كنحمر هذا الكاوكاو ديالي، كنديرو في بانيني. ملي كيبان لكم الدهن بحال هكا كتخليوه يبرد. كناخد الشوفان طحنته هو الاول حيت برد، حيت هذه الماكينه باش كنطحن ديال الزاج. شوفوا كيفاش ولا صافي، وكنمشي نطحن الكاوكاو حتى هو. كنطحن شويه بشويه. راه خديت هنايا واحد كاس ما عامرش ديال السنيده، ما كملتوش كامل، راه ما درتوش كله. النص طحنته مع الشوفان والنص درتو مع كاوكاو. تطحن مزيان. الا كانت هاد الماكينه راه معلكاتوش ليا مزيان، كاين اللي عنده ماكينه كتعلق تيولي عقده، هذاك راه كتجي مزيانه، ما تحتاجوش بزاف ديال المزهر حيت تعلكات معاكم. هنا راه ما غيتعلقش ليا بزاف، غير شويه. نتوما شوفوا القوام ديالو كيفاش ولا. صافي كنمشي كناخد واحد القصريه، كندير فيها هذا الكاوكاو، وكنضيف عليها ديك الكميه ديال الشوفان حتى هي. كنزيد واحد القبيصه ديال الملحه غير باش نعادلو الذوق، وكنضيف معلقه ديال القرفه، معلقه كبيره كنزيدها تما. وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال العسل باش يعلكوا ليا هذيك الحشوه. صافي وكنبدا نخلط في دوك المقادير مزيان، كنخلطهم وكنجمع بماء الزهر. عندي هنايا ماء الزهر، كنبدا نكب شويه بشويه، ما كنخويش الكميه كامله حتى تشوفوا نتوما بلا تكونت لكم واحد العقده، ديك الساعه غادي تحبسوا. صافي كنستمر بحال هكا، نخلي داكشي يدخل في بعضياته وينسجم مزيان. هنايا زدت واحد ربع كاس ديال الزبده، ذوبتها مزيان حتى يتحيد منها داك الحليب، غير الزبده ديال العلبه. ودرت مزيان ودعكت داكشي مزيان حتى تكونت عندي واحد الكره. صافي انا تقريبا هنا احتاجيت كاس ديال ما زهر. قلت لكم الا كان عندكم الماكينه علكات لكم داكشي مزيان، راه تقدروا تحتاجوا غير كميه قل.
المهم غير كتبدا تشكل معايا كرات صافي كنعرفها بلا ولات واجده. صافي كنستمر بحال هكا حتى نشكل هاد العجين كلها كويرات صغار، ما ديروهمش كبار حيت هاد المعسلات اللي حلوين كيجيو صغار حسن من كبار ماشي بحال المملحات. وكيبقى داكشي حسب الذوق والاختيار. صافي هنا كملت الكميه كامله درتها هنايا. ودابا غنمشي نوريكم الورقه. انا تقديتها نيت في الصباح، خدمها قدامي ديال البخار وجبتها، يعني كتكون باقا جديده وطريه راه كتجي زوينه. خديت هنايا كيلو ديال الورقه، طويتو على جوج، ومن بعد خديت هنايا مسطره. تقدروا ديروا غير صبعانكم هكا 3 تعبروا بهم. كناخذ ديك المسطره كتكون عندي انا في المنجر مع المواس ومع المعالق، كنحتاجها في بزاف ديال الحوايج نعبر بها بحال هكا. هنا هاد الموس راه ما قطعش ليا مزيان كان حافي، مشيت بدلته بموس اخر صافي باش نقطع هذوك الجوانب بلا ما زعما ترميوهم. نعمة الله راه كاين بزاف ما ديروا بيهم، راه وريتكم داك النهار فيديو شاركته معكم كيفاش دوك البقايا اللي كيبقاو لي شنو كندير بيهم، راه كيجيو زوينين. انا راه غنحط لكم الرابط اسفل الفيديو الا بغيتو بقاو لكم هاد البقايا، وتقدر عاوتاني تحتفظوا بهم في المجمد حتى تلموا كميه وافره وديروا بهم بسطيلات مالحين كيجيو حتى هما رائعين. غير دوك البقايا تقطعوهم بالمقص بحال الشعريه هكا تيتقطعوا، وكديروهم في هذوك ديال لي طاغط، كدهنوا بشويه ديال الزيت وكتعمروا بهم، كتعمروا بهم بسطيلات ولا ديروهم مالحين ولا حلوين. اللي هنا راه كملت الكميه كامله قطعتها وجدات عندي صافي، وغنبدا نستفهم باش نخدمهم دقه واحده. عندي هنايا البلاصه الملسه هي اللي في التحت، والبلاصه اللي حرشه كتكون الفوق، باش داك العيب وداك الحروشيه يجيو لداخل ما يجيوناش في البريوات من برا، والبريوه ديالي تجي ملسه. صافي كنبدا نحط كل كره فوق وحده حتى نكملهم كاملين، وكنبدا نطوي. نحاول نمعس ما تبقاش هكاك مدوره، كنمعسها شويه وكنبدا نطوي غير بصبيعات بالجناب ديال صبعاني. هانتوما بطريقه ساهله ديال الطي، وراه كتسربيني. انا كنفضل البريوات على الشباكيه، يعني كيجيو ساهلين وما فيهمش قوه الدليك والعجينه وتصدق ولا ما تصدقش. بزاف ديال المراحل فيها الشباكيه. اللهم هاد البريوات تيجيو ساهلين وكيجيو زوينين ومقومين. صافي كنستمر بحال هكا، نعاود معكم واحده اخرى. كنبدا ناخذ غير الطرف ديال الصبعان، وفي نفس الوقت كنبدا نمعس شويه ديك الحشوه باش ما تجينيش خاويه من الجناب، تجي كلها عامره باش لا عضيتي تكون الورقه مع كاوكاو. راه كنديرها بطريقه تقريبا بحال المثلث هكا، وكنبدا نطوي حتى نكمل هذيك البريوه ديالي كامله. غنستمر في الطريقه حتى نكمل البريوات كاملين. انا ما كنسدهم حتى نكمل واحد الكميه باش تجيني الخدمه ساهله. نتبعت معكم المراحل مرحله بمرحله باش تجيكم الطريقه ساهله. كتخدموا هكا العقده توجدوها، كيتخدموا تاني كميه وحده ماشي وحده بوحده، ديروهم ستفوهم في شي بلاصه عندكم فيها اتساع صافي، كتكملي بحال هكا حتى تيساليو ليا دوك البريوات كلهم. ملي كنكمل كناخذ واحد الزليفه كندير فيها شويه الدقيق والماء وهما باش كنجمع دوك الجوانب باش ما تخرجش هي الحشوه ملي نقليها تبقى مجموعه وتجي هكاك زوينه. صافي كنقطع دوك الطريفات اللي زايدين دوك الزوائد، وكناخذ هذاك الماء والدقيق اللي درت وكنديرهم في الجناب وكنسد. صافي كنخشي داك شويه في الداخل، كنحاول ندخلو في الداخل وكنسد على هذوك البريوات بهذه الطريقه حتى نكمل كل شيء صافي ونبدا نقليهم. انا هنايا كملت الكميه، حطيتها ودرت واحد الكاسرونه فيها الزيت حتى سخن مزيان ونقصت العافيه. خاصكم تنقصوا العافيه
باش يطيبوا البريوات من الداخل ومن برا. ما تجيش خضرة ديك الورقة من الداخل وتجي مقرمشة وما تلوش معاكم فاش تخليوها تجي لاويه. ملي تخليوها تحتفظوا بها من بعد تبقى مقرمشه مده طويله. كنخليهم بحال هكا ومره مره نبقى نحرك الا طابوا من جهه نقلبهم صافي. كنصفيهم هنايا الذهب وخليهم غير داو الذهبي. نسقطرهم من الزيت ونديرهم في العسل. داك العسل اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي قبل، راه العسل خاصهم يكون ثقيل ما يكونش جاري باش يشد لكم مزيان في دوك البريوات. هنايا راه كيكون العسل ثقيل. كنخلي هذيك القليه الاولى حتى نبغي ندير القليه الثانيه تكون طابت القليه الثانيه في المقله، عاد تنبدا نصفيها في الكسكاس. ما نحيد هذه من العسل حتى تكون الاخرى صافي بانت لي تحمرت. وكنبقى ندير الله اكبر الاذان غنحبس حتى نكمل. صافي كيف قلت لكم كنخلي دوك البريوات ديالي في الكسكاس يتسقطروا مزيان. ملي كيتسقطروا صافي تيكونوا واجدين. قدموهم بالطريقه اللي بغيتو. هما البريوات ديالي درت لهم شويه ديال الزنجلان محمر، تقدروا ديروا لهم كاوكاو حتى هو محمر اولا اللوز اللي بغيتو. تيبقى الاختيار والذوق ديالكم اللي بغيتو. والمعسلات ديالي وجدوا وجاو بنانين وما كرهتكمش تذوقوهم. والله صدقوني تيجيو بنان واللي قلتوا لهم فيهم الشوفان غادي يقولوا لكم ما غاديش يجيهم داك المذاق ديال الشوفان كاع بتاتا. هانتوما كيجيو معلكين وزوينين. امشيو لطريقه الاحتفاظ. هنايا كناخذ انا واحد البواطه كنبدا نفرش بهذه الطريقه، نستف وحده مخالفه على وحده باش يكفاوني. وكنجيب واحد بلاستيك غذائي كنقطعو بالمقص وكنفرشو من فوق منها. كنفرشو هكا فوق الطبقه الاولى. نتوما شوفوا الطريقه. عاد كندير فوق منه وحده، يعني كنعزل ما بين طبقه وطبقه ببلاستيك باش ما يتلاصقوش مع بعضياتهم ويبقاو هكا يخسروا ليا ملي نبغي نهزهم. صافي كنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كامله. انا كنحتفظ فيهم بحال هكا. كانت مده طويله يعني باقي لرمضان بزاف كنديرهم في المجمد. الا كنتو غتحتفظوا بهم غير في رمضان ان شاء الله غديرهم تيقرب رمضان كتاخذوا بواطه ماشي بحال هذه دوك اللي ما كيدخلوش النفس نهائيا باش يبقاو مقرمشين معاكم ويبقى فيهم داك العسل. ولا كان العسل مثلا نشف منهم راه كيبقى غير لتحت كتقلبوا البواطه وراه داك العسل كيعاود يتسقطر عليهم وكيرجعوا كيف ما كانوا. غير المهم خاص الهواء ما يدخلش ليهم. هذاك الهواء هو اللي كيخلي ديك الورقه تولي لاويه ما كتبقاش هكا مقرمشه كما كانت في الاول. وفي المجمد راه كيبقاو بحال الا يلاه صيبتوهم كتجبدوهم قبل اذان المغرب واحد المده راه كيرجعوا كيف كانوا زعما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.